بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. مما سبق نستنتج إن لحم الخنزير حرم لذاته فإنه رجس على غرار اللحوم الأخرى المذكورة في القرآن، فقد حرمت لعلة خاضعة عليها، فالشاة مثلا حلال أكلها إذا زكيت، وفي حال كانت ميتة أو ذبحت لغير الله فحرام أكلها. ولكي تعلم بشكل علمي لماذا حرم الله أكل الخنزير، فعليك أولا أن تعلم ماذا يأكل الخنزير وما هي الأمراض التي يسببها للإنسان. الخنزير هو حيوان سباعي بهمي لحمي عشبي، وهو آكل لكل شيء مثل القمامة والفضلات والنجاسة، وهو مفترس إذ يأكل الجرذان والفئران وأيضا الجيف حتى جيف أقرانه. وهنا تكمن فوائده، فهو يخلص الأرض من القذارة، فهو عبارة عن مكنسة حيوانية، ولكنه مضرة بالأمراض التي يحملها الخنزير داخل جسده، إذ يبلغ عددها 450 مرضا، 57 منها طفيلي ينتقل للإنسان ويقتله، وهو المصدر الرئيسي للأمراض الوبائية، إذ يحتوي جسده على 27 مرض وبائي. أيضا يساهم لحم الخنزير بتصلب الشرايين، إذ يحتوي على كمية عالية جدا من الكوليسترول على خلاف باقي الحيوانات، ويؤدي إلى العقم وتلف الكبد والسرطانات المختلفة. لعلك الآن تسأل نفسك لماذا خلق الخنزير إذا كان لحمه على هذه الدرجة من الضرر للإنسان؟ لقد خلق الخنزير لإنهاء البيئة من النفايات والجراثيم، فطبيعة الخنزير إنه ينقل الأمراض للإنسان إذا أكله، ولكنه يتحملها، فالخنزير بمثابة آلة تنظيف لم يستطيع الإنسان خلقها. وهذا ومهما توصل العلم إلى أي أشياء بخصوص هذا الموضوع، فإن علم الله وأسبابه كانت أعظم، ولا يجب على المسلم أن يعلم الحكمة من كل فعل من أفعال رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن عليها التصديق والإيمان بأن الله سبحانه يعلمنا أكثر مما نعلم أنفسنا، وهو لن يبعدنا عن شيء إلا لأنه ضار لنا، ولن يقربنا من شيء إلا وهو خير لنا.